رجعت لكم بفيديو عن مواقف المصارعين هانوا فيهم ستات في الحلبة. اول حد معانا وانا بطقط يا جماعه صورتي في الكلام خالص، معانا ناتاليا هورنسواجل. ودي الخساره من قزم. مفيش بدايه اقوى ممكن نتكلم عنها عن الماتش اللي دار بين ناتاليا وهورنسواجل. في حاجات كتير ممكن نعتبرها اهانه متعمده للشخص، بس برضه مفيش اوحش من انك تطلع مصارعه محترفه وعيلتها كبيره جدا وعندها كل التدريب اللازم، في الاخر تطلع انها ما عندهاش قدره تكسب قزم اصلا. هورنس واجل كان اسم الحركه الاشهر قزم في الدبليو دبليو اي، وطوله ما كانش بيعدي الواحد وتلت متر. صراحه لو كان بدا مصارعه في الثمانينات كان اخره يلعب في اتحادات الاقزام حرفيا. حظه ان هو بدا في 2004 و6 وقدر يقنع فينس ان هو يديله عقد محترف. وطبعا ماكمان بيحب التركيبه الغريبه كده المثيره للجدل، فغالبا مضى معاه عشان يعمل بيه شو وتاثير درامي مش اكتر. وبعدها بسنه دخلت ناتاليا الشركه، وما كانتش مفاجاه انها تمضي مع اكبر اتحاد في العالم، لانها زي ما قلت لكم هي ليها اهل كبار اصلا، وبنت الاسطوره جيم نيد هارت عضو قاعه المشاهير وفريق الهارت فاونديشن. وناتاليا اتدربت على ايد عمامها وناس كتير مأسسينها صح، وبدأت تلعب بجد من سنة 2000، وعملت لنفسها اسم محترم في انجلترا واليابان لحد ما مضت مع فينس ماكمان 2007، وبقت معروفه وسط الجماهير بكفاءتها العاليه جدا في الحلبه، وكمان كمديره اعمال لتايسون كيد. بس في ابريل 2009 فريق ابداع في عرض الاي سي دبليو عملوا لسبب غريب كده ان هم يبهدلوا سمعتها ويحطوها في ماتش ضد هورنسواجل. في العادي ماتشات الرجاله ضد الستات دي بتبقى نادره وغالبا بتحصل في اتحادات تانية، وبتتعمل عشان تدي دفعة قوية للست مش للراجل على فكرة. بس انك تحط الحلبة مع واحد ضعيف جسديا اصلا، وكمان الجماهير ما بتقبلوش لانه ما بيعرفش يصارع، فده ما كانش هيفيد سمعتها في حاجة. والموضوع كمان ما وقفش عند البيئة الغير لائقة دي بس، ناتاليا اضطرت تستحمل ان هورنسواجل يعضها من ورا قبل الماتش وخلال الماتش، وده اكيد كان شيء مقرف جدا ومحرج انها توافق عليه. وبعد ثواني من بدايه الماتش حصلت خناقه بره الحلبه بين فينلي اللي هو ابو هورنسواجل في السيناريو وتايسون كيد اللي هو صاحب ناتاليا. وناتاليا اتشتتت وهي بتحاول تساعد صاحبها. في اللحظه دي ده ظهر هورنسواجل ونايمها على الارض وثبته وكسب الماتش في اقل حتى من دقيقه. تخيل قزم يكسبك سكواش يا مؤمن. اللي معانا بعد كده تريش ستراتوس وفينس ماك. الست التانيه معانا مش هتعرف تنسى اللحظه ابدا اللي عدت بيها مع فينس ماكمان، وهي تريش ستراتوس. تريش قبل ما تبقى نجمه في الدبليو دبليو اي كانت بتدرس طب في جامعه يورك وكسبت الدراسه عشان تبدا شغل كموديل لياقه بدنيه، لحد ما الشركه مضت معاها سنه 99 لانها كانت ست جميله جدا في وقت ما كانش فيه احترام اصلا للمصارعه النسائيه. فقضت سنه اولى كمركز بقى اغراء لاصحاب الشغل ومش عارف ايه، قبل ما تطور مستواها وتكسب بطوله الستات 7 مرات. بس اللحظه دي كانت في اواخر سنه 2000، يعني وقتها ما كانش لسه لقت الاحترام الكفايه كرياضيه. فتريش ظهرت في سيناريو كانها عشيقه الرئيس فينس ماكمان، وطبعا ستات كتير زي توري ويلسون وستيسي كيبلر عملوا ادوار مشابهه قبل كده، وفينس كان بيعمل بيهم اللي هو عايزه حرفيا. بس السيناريو ده بالذات كان مقرف قوي. القصه بدات لما فينس وقف في الحلبه وقال لها انا متضايق جدا من اللي عملتيه، وعلى فكره انا هطلق مراتي الحقيقيه ليندا. فليندا سمعت الخبر جالها صدمه عقليه ودخلت في حاله شبه غيبوبه، وبقت بتتحرك بكرسي متحرك. وعشان يزودوا الاثاره فينس في حلقه من سماك داون طلع على المسرح وهو عمال يزق مراته كده بالكرسي وجنبه عشيقته تريش ستراتوس، وبدا يبوس فيها قدام. السؤال هنا هو ايه الاوحش في اللقطه دي؟ ان تريش اصلا بتبوس صاحب الشغل وبعد كام شهر من دخولها الشركه، ولا انه كانه بيعمل كده قدام مراته الحقيقيه، ولا انها اصلا اصغر منه بنص عمره. الثابت ان اللحظه دي كانت مهينه بجد لممثله صاعده زي تريش ستراتوس او مصارعه يعني، وطلعتها في نظر السات مجرد عشيقه لرئيس مجلس الاداره. وفيديو لسه موجود على الانترنت ومبوظ اللقطه دي لحد النهارده. وكمان على فكره يا جماعه في لحظه فينس ماكمان خلاها تقلع هدومها على الحلبه وتهوى على رجليها وتقعد تترجى وحاجات زي كده مقرفه قوي. بس احنا بنتكلم في فيديو اللي هو المصارعين التات اتدمروا من الرجال ككارير حتى ومهنه يعني. اللي معانا بعد كده ليتا وعرض الحفله المباشر او السيكو سيكو. لما بنتكلم عن الرموز النسائيه في التاريخ ليتا، ودي واحده من اهم المصارعات في التاريخ، كانت الهام لنجمات كتير جدا زي بيج وايجي لي وبيلي. فليتا شاركت في اول ماتشات مين ايفنت نسائيه لعرض الرو، وكسبت حزام الستات 4 مرات في مسيره قويه قعدت 7 سنين كفول تايم. طب ايه اللي يخلي واحده في قمه مجدها دي تعتزل فجاه؟ الاعتزال ده ما كانش مفاجئ، ده نتيجه لاهانه العمر اللي هي شركه طول الوقت بتحطها فيها. كل حاجه بدات في 2005 لما ليتا انهت علاقتها بكين في السيناريو وطلعت تهزقه قدام الناس، وبعدها بشهر حاولت تتجوز ايدج في الحلبه، وكين طلع يبوظ الجواز لحد ان ده سيناريو عادي ومصارعه. طب فين بقى الخازوق في الموضوع؟ في الحقيقه في ورا الكواليس ليتا كانت في علاقه عاطفيه مع مات هاردي سنه 99، وفي نفس الوقت مات وايدج كانوا صحاب جدا، وايدج وليتا كان بينهم علاقه شغل قويه وجولات مع بعض. بس الخطوط دخلت في بعضها وبداوا في علاقه غير شرعيه سوا، وخيانه من ورا ظهر مات هاردي اللي هو صاحب ايدج اصلا، مع ان ايدج نفسه كان متجوز واحده اسمها ليزا او ليز، وبعد يعني الاثنين خانوا شركاء حياتهم. فقصه قذره جدا. والدبليو دبليو لما عرفت باللي حصل ورا الكواليس قالت احنا نستغل الفضيحه دي، وعمل منها سيناريو على الشاشه. مات هاردي قفش من الحكايه وفضح الموضوع، فقام فينس ماكمان طارد مات هاردي من الشركه عشان يكمل السيناريو براحته. بس الجماهير قلبت الترابيزه وقعدوا يقولوا احنا عايزين مات، وكل ما ليتا تطلع يقولوا انت نمتي مع مات هاردي واحنا عايزينه هو. وشعبيتها نزلت الارض لدرجه ان تريش ستراتوس كانت بتخرج على النص عشان تدافع عنه. وبعد عريضه كده من الجماهير في 15,000 توقيع الشركه اضطرت ترجع مات هاردي عشان يعمل عداوه مع ايدج، وليتا كانت مجبره تقف في النص كمديره اعمال لايدج. والشركه كانت بتظهرها بشكل وحش جدا عشان تبرر هجوم الجماهير عليها اللي هو احنا بنشتري جمهور وانت ولاعب جاز. والعداوه خلصت في اكتوبر 2005 وخسر مات هاردي ومشي من عرض رو. وبعدين ايدج اعلن في مقابله كده ان هو احتفل ان هو كسب حزام ماني ان ذا بانك او شنطه ماني ان ذا بانك ضد جون سينا، وان هي من علاقه كامله على الهواء.
مع ليتا وسط الحلبة في عرض الرو، والاعلان نفسه كان قمة القذارة، بس فينس والكتاب صمموا يخلوا الكاميرات تلف حوالين السرير فعلا في اتنين بيعملوا علاقة. ومفيش اهانة ليتا اسوأ من كده، وكمان ان في حتة من صدرها باين اصلا على الهواء. وبعد سنين طويلة كشفت انها ما كانتش موافقة اصلا على السيجمنت ده كله، وقالت للكتاب والمنتجين انها مش مستريحة للفكرة ان الموضوع يبقى على الهواء. بس الشركة يعني قالت لها لا كبري دماغك ده هيبيع جدا وبتاع. وفينس تحديدا قال لها انا ممكن اطردك على فكرة لو رفضت تصوري المشهد ده. فليتا راحت لجون سينا وايدج عشان يتوسطوا لها عند فينس وكده، بس هو صام. ويوم العرض ليتا وايدج دخلوا في نص الحلبة فعلا في السرير وقلعوا لحد هدومه الداخليه، وايدج فكلها حماله الصدر يعني تحت الغطاء قدام الاف الكاميرات اللي هي البراين. والاسوأ من كده ان الكاميرا لقطت جزء من صدرها الشمال وما بعدتش الكاميرا الا لما اتغطت بسرعه. فليتا كانت محروقه جدا، والموضوع كمل باسوأ من اللي هي كانت متوقعه حتى. وكمان خلوا فريق اسمه كرايم تايم يسرقوا هدومها الداخليه ويعملوا عليها مزاد في الحلبه ويقولوا عليها كلام مهين. اللي معانا بعد كده ميكي جيمس وسيناريو الخنزيره بيجي. لو نتكلم عن اغزر وعفن السيناريوهات اللي فريق الابداع عملها، هي قصه ميكي جيمس. ميكي جيمس بدات مسيرتها في سنه 99 وتعبت جدا واتدربت في معسكرات لحد ما مضت 2005، وظهرت لاول حاجه انها معجبه بتريش ستراتوس ومهووسه بيها. وبعدها خدت دفعه قويه وكسبت حزام الستات وحزام الديفاز في 2009. في 2010 لسبب غريب ومريض كده السيناريو بتاعها اتحول لحاجه مهينه ومقرفه، بقوا يسموها في العرض بيجي جيمس يعني الخنزيره جيمس. وبدات المصارعات التانيين زي ليلى وميشيل ماكول ويتنمروا عليها وعلى وزنها اللي زايد. والمضحك والمستفز في الموضوع ان ميكي ما كانتش اصلا تخينه ولا وزنها زايد. الشركه كانت عايزه تطلع ليلى وميشيل في دور الهيلز او الاشرار وخلاص، وبدل ما يفكروا في حاجه ذكيه استسهلوا الطريق بتاع التنمر على جسم ست على التلفزيون. الموضوع ما كانش مجرد كلام، في مره اجبروها تاكل بالعافيه، ومره تانية حدفوا عليها كيك على وشها، والاوسخ من كده ان هم عملوا فوتوشوب لوشها على جسم خنزير في الشاشات، وبقى يقلدوها هي بتاكل من طشت ويلبسوا لبس خنزير بره الحلبه عشان يضايقوها. فميكي جيمس بعد كده حكت بعد سنين انها كانت هتموت من الزعل ورا الكواليس، بس كانت مجبره تاكل عيش وتقبل السيناريو. وقالت ان ليلى وميشيل ماكول نفسهم كانوا متضايقين جدا انهم بيعملوا عليها كده، هم بيقولوا الكلام ده ورا الكواليس اعتذروا ليها حتى. والمفروض في نهايه السيناريو ان ميكي تكسب في عرض رويال رامبل عشان يثبتوا ان المتنمرين خسروا، وفعلا كسبت ميشيل ماكول في 20 ثانيه. بس بوظوا النهايه برضه لان ميشيل رجعت خدت منها الحزام بعدها بكام اسبوع في عرض سماك داون عادي. يعني مفيش اي درس اخلاقي من القصه دي الا ان انت عايز تبيع وتجيب مشاهدات. اللي معانا بعد كده تريش ستراتوس، وده اللي كنت بقول لكم عليها في اول الفيديو. تريش ستراتوس بتركع وتهوى زي الكلب. نرجع تاني لتريش ستراتوس وموقف تاني مع فينس ماكمان ملوش اي علاقه بالادميه. حتى في الاسابيع اللي بعد قصه البوس قدام مراته دي، فينس ماكمان بدا يغير السيناريو لانه بدا يذل تريش ستراتوس ويهينها قدام الناس، ويخلي ويليام ريجل وستيفاني يضربوها ويهنوها في كل مناسبه. في عرض قبل راس المنيا 17 فينس الغرور اللي عماه كده وراح لحته بعيده جدا، ودخل الحلبه ومعاه تريش وبدا يهددها ويذلها. قال لها بقول لك ايه، انزلي على ايدك ورجلك زي الكلاب قدام الاف المشجعين دول في الصاله، وهوهوي زي الكلاب كمان. وبعد ما عملت كده وهي بتعيط طبعا قال لها بقول لك ايه، اقلعي هدومك دي كلها لحد الداخلي، وهي عماله تتحايل عليه ان هو ما يعملش كده عشان يسامحها. وده واحد من اكتر المشاهد المقززه والمقرفه جدا في الشركه وتاريخها اصلا. وان فينس يعمل كده مع ست اصغر منه بنص عمره، ده يوريك ان هو عقليه شمال. اللي معانا بعد كده ماريا مينونوس، فضيحه البنطلون في راس 128. في واحده اسمها ماريا مينونوس، ودي في راس 128 كانت ست ناجحه جدا بره المصارعه، وكسبت مسابقات جمال ومقدمه برامج مشهوره في قنوات زي توداي واي نيوز، وشاركت في تقديم حفل اليوروفيشن. يعني ست واجهه محترمه جدا في الاعلام. ولانها بتحب المصارعه من صغرها قررها الهباب انها تمضي مع الدبليو دبليو اي كسفيره، واديتها تلعب فرص كده في الحلبه وانها تلعب ماتشات كمان. لعبت ماتش تاك تيم مع كيلي ضد بيس فينيكس وايف توريس في راس 128، والجماهير كانت متحمسه جدا، بس الماتش ما طلعش بالشكل المطلوب. ادائها كان ضعيف قوي، والصدمه الكبيره لما الكاميرا زومت على بنطلونها الابيض وفجاه بان في بقعه بني كده كبيره من ورا. فطبعا الجماهير في البيت افتكرت ان الست عملتها على نفسها من الخوف او التعب في الحلبه، والموضوع انتشر كفضيحه او اهانه بجد. يعني واحده تعمل حاجه على نفسها، مع ان ماريا طلعت وضحت على السوشيال ميديا ان ده كان المكياج البرونزي بتاع ايف توريس، وهي ايف بتلبس كده اصلا فطبع على البنطلون بتاعها وهي بتضربها وتثبت. بس الفكره ان فريق الاخراج والكاميرات في الدبليو دبليو اي ما كانش في اي داعي ان هم يركزوا على اللقطه دي بالمنظر ده، الا لو هم عايزين يعملوا فرقعه وترند وخلاص. واحرجوا الست في الماتش الوحيد اللي لعبته، ودي كانت اصعب واكتر اللحظات اللي الستات اتهانت فيها في التاريخ. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك يا جماعه. انا اتكلمت مفيش ابطا من كده اظن، انا حكي 6 فقرات في 10 دقائق، انا قبل كده كنت بحكي بتاع 16 فقره في ربع ساعه. اشوفكم في حلقه جديده برضه، لو عاوزين نبطأ عن كده تمام، واللي مش عاجبه السرعه حاسسها بطيئه شويه هيسرع الفيديو، لان انا بس جالي تعليقات كتير قوي على حكايه السرعه دي، فلازم اراعي برضه كل الناس. مع السلامه. كان الفيديو يا جماعه، انا ادهم مقدم قناه مصارعه، عامل ليكم صاحب على الايفون عايز تكسب بص الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات. نوعيه القناه هنا كلها عباره عن فيديوهات اخبار، فيديوهات تلخيص عروض شهريه، فيديوهات توقعات وتسريبات. العرض الاسبوعي الوحيد اللي بلخصه بيبقى عرض مسرب مش عرض عادي وخلاص. حاجه تانية معانا ان القناه هنا بتبقى عباره عن في فيديوهات تانية قصص حياه مصارعين، فيديوهات تانية زي مثلا بعمل لك ليست اكتر مصارعين اتصابوا، اكتر مصارعين مش عارف ايه، حاجات زي كده. بتكلم على الاي دبليو طبعا، وبطلع لايفات احيانا في العروض الشهريه. لو انت بتحب محتوى تاني زي ملخصات خش اتفرج عندي في الكومنتات تحت، هسيب لك اللينك اسمها ملخصات من الاخر. القناه دي ان شاء الله مكمله معاك كل يوم فيديوهين. لو عايز فيديو ايا كان مش لازم تشترك في العضويه وكده، قول لي انا عايز فيديو فلاني واعمله لك، ومنورين عندي والله.
معنى بس قناه عندي والله بتكبر الى حد ما، وانا عندي قناه تانية ملخصات، لو عايزين تخشوا تتفرجوا عليها تحت تخشوا. ومع السلامه. لو انت عايز مثلا شايف ان انا بنزل حاجات اباحيه او كده، لا يا جماعه خالص، القناه مش غرضها كده. بس حط نفسكم مكاني، لسه ببدا، بحيث ان انا عايز اتشاف الناس اكتر، وده اكتر حاجه بتتشاف. بلس انا ما طلبش مني فيديو وما عملتوش عشان تقول لي مثلا انت استسهلت وعملت اباحه. وحاجه تانية معانا يا جماعه، المواقع والحاجات بتاعت الاباحه الصرف بقت معرضين انكم تشوفوها في اي حته، حتى اطفالنا متعرضين ليها. فما تجيش على قناه انا عاملها اصلا الافلام مش كل الاطفال يعرفوا يشوفوا ملخصات الافلام، لان مثلا لو فيلم فيه زومبيز، في واحد بيحبس بنته في اوضه، الحاجات دي مش طبيعي طفل يشوفها. فما تجوش تمسكوا في دي بالذات ان انا كده اللي بنشر الفساد، لا. يعني اليوتيوب اصلا بتاع الاطفال ده بيعملوا حاجه اسمها يوتيوب كيدز، وفي تصنيف معين، الالجوريثمز ما بتقترحش كل الناس اللي هم عايزينه، او الخوارزميات. تاني حاجه معانا يا جماعه، انا لا يعني عملت انواع كتير جدا عادي، بس انا لقيت ده بيتشاف اكتر لحد ما نحقق الربح. بعد شهر مثلا نبدا نشوف بقى الدنيا ايه عباره عن ايه. تمام. عامل ليكوا صاحب على الايفون عايز تكسب، وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات، ولو وصلنا 200 سبسكرايبر اختار واحد بالليل. واشتغلوا كده يا جماعه معايا في السبسكرايبرز والحاجات دي، لان انا لسه بشوف القناه، يعني في فيديوهات بتتشاف قوي، فيديوهات لا، ولا فيديوهات اقترحت الاجانب وبتاع. فعلى قد ما نقدر عايزين نكمل القناه بشكل محترم يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك، ومع السلامه.